قصيدة وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع يا وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. اليوم سنتناول قضية الأعمال الخيرية ونحن في قلب شهر رمضان المبارك. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، آمين. ضيفي في هذه الحلقة هو الدكتور حسن سلمان، الباحث في القرن الأفريقي. باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ كما أرحب بكم مشاهدي الأكارم. كما يسعدني مشاهدي الأكارم أن أتلقى اقتراحاتكم وأسئلتكم ومشاركاتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشبكة سلام الإعلامية، وكذلك على الرقم الذي يظهر على الشاشة 02-49-79-87-14-17. نعم، أهلا وسهلا بكم مشاهدي الأكارم. مشاهدي الأكارم، نحن في شهر رمضان المبارك، شهر الخير، شهر النفقة، وشهر الإقبال على الله تبارك وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود بالخير من الريح المرسلة، وأجود ما يكون في رمضان. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هكذا جاء عن عبد الله بن عباس في صحيح البخاري. وهذا نبينا وإمامنا وقدوتنا، هو السباق في الخير عليه الصلاة والسلام، ويزيد عمله الخير في شهر رمضان المبارك. من هنا رأينا أن تكون هذه الحلقة في هذا الشهر الكريم، وخصوصا في العشر الثانية وأواخر العشر الثانية من هذا الشهر، وأنتم ترون كيف ينقضي سريعا، أن نذكر أنفسنا وإياكم بالمسابقة والمسارعة في فعل الخير. وأعلى ما يكون في فعل الخير مشاهدي الأكارم هو أن تقدم الخير لغيرك. نعم، الخير لنفسك من قراءة القرآن والإقبال على الله من الصيام والقيام خير كثير، ولكن النفع المتعدي دائما أجره مضاعف. نعم، الآن نتوجه لشيخنا الدكتور حسن سلمان حتى نستمتع بالحديث عن حث الإسلام في أعمال الخير من أي زاوية كان يراها. نستمع إلى الحديث عن أعمال الخير وكيف حث الإسلام عليها، والآيات والأحاديث الدالة على ذلك، ثم سنتعرض إن شاء الله أو سنتحدث عن ما يتعلق بأعمال الخير في إريتريا، وما هي الأعمال التي كان يتسابق فيها أجدادنا قديما وإخواننا حاليا أيضا. أهلا وسهلا بكم دكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا ومرحبا بالمشاهدين. حدثنا عن أعمال الخير في الإسلام وكيف حث الإسلام عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يعيننا على طاعته، وأن يتقبل منا ما نقوم به، فإن العبرة بقبول العمل وليس بفعل العمل في ذاته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على القبول والقبول منه سبحانه وتعالى. موضوع مفهوم الخير يعني هو من المفاهيم الكبيرة جدا في التصور الإسلامي وفي كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تارة يطلق عليه الخير بهذا المسمى، وتارة يطلق عليه العمل الصالح. وإذا أردنا باختصار أن نقول والله الإسلام له كفتان، يمكن أن نقول كفة العلم النافع وكفة العمل الخيري، أو كفة العقائد والتصورات وكفة الأعمال الناتجة عن هذه التصورات. وبالتالي
يعني مفهوم الخير يساوي 50% من الموازنة، يعني من موازنة الدين يساوي 50%. إذا قال الله سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فمعنى ذلك الإيمان كل قضايا التصورات، الإيمان بالغيب، والإيمان بكل قضايا الغائبة، والإيمان بقضايا الحق وما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه، ثم يترجم هذا الوضع العقائدي والعلوم النافعة إلى أعمال صالحة في الحياة. تمام. ثم أيضا بعضهم يقول بأن والله كل الغايات الإيمانية، الغايات القرآنية كلها تنتهي بنا إلى أمرين: توحيد الله سبحانه وتعالى باعتبار هذا أصل لحقوق الله، والعمران والاستخلاف في الأرض اللي هو الخير. يعني موضوع الاستخلاف في الأرض أصل أيضا من هذا. فإذا أردنا أن نقول إن والله من أي مدخل يمكن أن ندخل إليه موضوع العمل الخيري، ندخل إليه مدخل العمل الصالح الذي يشكل نصف هذا الدين. يعني نصف هذا من صام رمضان إيمانا واحتسابا، نعم، غفر له ما تقدم. نعم، أحسنت. نجد مثلا الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات يخبرنا أنه والله يا أخي من يعمل خيرا، من يعمل صالحا مثلا يجده عند الله سبحانه وتعالى. مثلا الله سبحانه وتعالى يتكلم ويعمل من الصالحات فلا كفران لسعيه. والله عز وجل يقول فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. حتى عن أهل الكتاب لما تكلم الله سبحانه وتعالى عنهم، تكلم عنهم أيضا بصفات أنهم مثلا يسارعون في الخيرات. وعن الأنبياء كذلك يسارعون في الخيرات، ويصف بعض أنبيائه بأن إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فالآيات حقيقة كثيرة جدا التي تدل على هذا المفهوم. طيب، يمكن أن نقول إذا كان هذا هو التصور للقرآن، في أن والله القرآن الكريم يحثنا على موضوع الخير والعمل الخيري، وما تعمل من خير تجده عند الله سبحانه وتعالى، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، والأشياء البسيطة الله سبحانه وتعالى يقول لنا كل إنسان يعمل شيء يجزى به، يعمل سيئة أو يعمل حسنة فهو يجازى به عند الله سبحانه وتعالى. ما هو هذا الخير؟ يعني الله سبحانه وتعالى في كثير من المفاهيم، في مفاهيم تجد سبحان الله البشرية متفقة على أصولها الكلية منذ آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. مثلا مفهوم الخير ومفهوم الشر، مفهوم الفساد، مفهوم الإصلاح، مفهوم العدل ومفهوم الظلم، هو من ضمن هذه المفاهيم. يعني الآن جزء كبير من البشرية يكاد يتفقون حول إن والله الخير المجمل، فيتفقوا مثلا أن من يحسن إلى الناس هذا خير، من يكرم الفقراء هذا خير، من يكرم الضيوف مثلا هذا خير، من يسعى للأيتام والأرامل هذا خير، من يسعى في البيئة وإصلاحها مثلا هذا خير. فتجد أن بعيدا عن الشريعة، يعني تجد هذه جاءت بعد ذلك الشريعة لتفصل أحكامها وكذا، لكن مفهوم الخير مفهوم له علاقة بقول الله تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها. فتجد أن هذا المفهوم البشر مهما ابتعدوا عن الفطرة، مهما ابتعدوا عن الشرع، لكن يبقى هنالك سبحان الله بقية من خير في معاملاتهم. جميل هذا التأصيل دكتور حسن. نعم. لكن الآن دعنا ندخل في قلب شهر رمضان المبارك. نعم. الناس اليوم تقرأ القرآن وتقوم الليل، تؤدي فريضة الصيام، وتقوم بأعمال أخرى. يعني هذا البرنامج خصصناه من أجل الإنفاق في سبيل الله. نعم. عملية الإنفاق في سبيل الله. في هذه الجزئية هل لديك شيء من نصوص الكتاب والسنة؟ طيب، أول ذكرت أنت في مقدمة الحديث ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس. هذا صفة عامة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أجود الناس، ولكن يكون أجود عندما يأتيه جبريل يدارسه القرآن. يا سلام. فحينها يكون أجود من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دائما صفاته يقول والله لن تجدوني جبانا ولا بخيلا. يا سلام. هذه صفة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها. لكن لما يأتي رمضان تجد أن هذه الوتيرة ترتفع عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هنا يعيش مع كتاب الله مع جبريل. يا سلام. وهذه طبعا لها علاقة كيف نربط ما بين القرآن وأثره في السلوك. يعني أنت تقرأ القرآن، لكن هل ينعكس هذه القراءة تنعكس في سلوكياتك؟ هل تنعكس عمليا على حياتك اليومية؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الحديث، حديث البخاري، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مباشرة تنعكس
حالة القرآن عنده مباشرة عمليا. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما سئلت ما هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت خلقه القرآن. إذا أردتم أن تعرفوا ما هو خلق النبي اقرأوا القرآن. أما الآيات حقيقة الدالة عن موضوع الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا. يعني منها مثلا منها قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. وتجد سبحان الله في كثير من الآيات ما عدا آية واحدة في كتاب الله قدمت النفس على المال. بقية الآيات كلها يقدم دائما المال. وهنا طبعا ترتيب أولوي، إنه كثير من القضايا التي نريد أن نقوم بها إذا لم يتوفر لها المال تتعطل. الأعمال الخيرية كلها الآن مدخلها هذا. يعني أنت إذا أردت أن تبني مساجد لا تستطيع إلا أن يكون عندك مال. أردت أن تحفر آبار لابد لك من أموال. لا، إذا أردت تحفيظ القرآن الكريم تحتاج إلى أموال. أردت موضوع الدعاة إلى الله تحتاج إلى الأموال. فهو من هذا الباب القرآن الكريم كجانب أولوي أن المال مقدم، ليس بمعنى أنه والله هو أهم من النفوس، لا، هو من حيث الترتيب، لكن من حيث الترتيب الأولوي لا يمكن القيام بهذه الأعمال إلا من خلال المال. أيضا الله سبحانه وتعالى سمى مسألة المال والحرص عليها والحفاظ عليها سماها قياما. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فكأنما يقول بغير الأموال كأنما أنت والله إرادة طيبة. ما شاء الله كثير من الناس الآن إرادته طيبة، يقول لك والله لو كان لي مال لكنت به للصالحات وفعل الخير سباقه، ولكن ما عندي شيء. فهذا إن شاء الله هو ونيته. لكن هنا نحن نتكلم عن من يملك المال، فإن نصوص الكتاب العزيز كلها تدل على موضوع الإنفاق. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن ما نقص مال من صدقة أو ما نقص صدقة من مال. هذه كلها نصوص تدل على أن موضوع النفقات في هذا الشهر المبارك والاتجاه إلى هذا المجال تحديدا في شهر رمضان لمضاعفة الأجر فيه، لمضاعفة الأجر. طيب جميل دكتور حسن، جزاك الله خيرا. ونحن الآن يعني تميل أذهاننا ويميل عقولنا باتجاه إريتريا بلادنا وإخواننا والمسلمين هناك. ما الأعمال الصالحة التي تتوجب الإنفاق عليها التي تراها مناسبة لشعبنا الإريتري؟ يعني بمعنى ما هي نصيحتكم لذوي اليسار أو متوسطي الدخل في الإنفاق في سبيل الله؟ في أي باب من أبواب الإنفاق ينفقون وجهة نظركم؟ نعم، على كل نوع نحن طبعا نصنف ضمن المجتمعات الفقيرة جدا. يعني لسنا كالمجتمعات الأخرى اللي والله البحث سيكون فيه إلى حد ما صعوبة، وكذلك تحديد المجالات سيكون فيه نوع من الاختيار الدقيق حتى تستطيع أن تصل. لأن بعض المجتمعات مكتفية مثلا في ضروراتها وربما مكتفية في حاجاتها وهي تسعى في الكمالات. لكن مجتمعاتنا كبقية مجتمعات أفريقيا بشكل عام تعاني حقيقة من الضروريات. يعني إشكاليتنا الآن لا نتكلم عن أشياء كماليات. يعني الآن في إريتريا لا نتكلم عن قضية الكهرباء، ولا نتكلم عن قضية المكيفات، ولا تتكلم عن الماء النظيف جدا في لا، نحن نتكلم حقيقة عن الضروريات الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وعلاج جانب الصحي. هذه ضروريات الإنسان. يعني لا يمكن أن نتكلم نحن والله عن الكماليات والإنسان يعاني في مثل هذه البلدان عن الضروريات الأساسية. ولو وقفت أنت الآن على الإحصاءات التي يعني تنشرها خاصة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية فيما يتعلق بهذه المجالات، ستلاحظ بأن والله المجتمع الإريتري بحاجة خاصة من أهل اليسار أن يلتفتوا إلى هذا الشعب في هذه الضروريات الأربع أو الضرورات الخمس. أي الشعب بحاجة إلى أن نكفي أهل الفقر مثلا فقرهم، نكفيهم حاجتهم من ما يحتاجونه من مآكل، وهذه تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى الوقوف على الناس. مع أنه طبعا إلى حد ما يعني بالذات بعض المجتمعات اللي عندها مسألة الزراعة قد تكون حالتها أفضل وأيسر، لكن يبقى أيضا هذا المجال أنا في رأيي مهم جدا. النقطة الثانية أيضا نحن نعاني كبقية المنطقة من إشكالات المياه.
وهذه واحدة من القضايا التي نحتاج أن نلتفت إليها. يعني والله وصول الماء النظيف، وصول الماء الميسور، وصول شربة الماء أو شرب الماء إلى الناس، أعتقد هذه من القضايا المهمة جدا، وسبحان الله وردت فيها الكثير من النصوص. أيضا موضوع الماء وكون والله سقية الماء والاهتمام بهذا الجانب أيضا فيه. وهنا لا نقول بأن والله إريتريا ما شاء الله متيسر فيها الأمطار لا، هذه ليست بهذه الدقة، لأنه كثير من الأمطار التي تنزل أحيانا لا يتوفر لها حتى الإمكانات التي تحتفظ بها مثلا من سدود ومن غيرها، وبالتالي أنت تلاحظ دائما عندنا مشكلة في موضوع المياه. فهنا نلفت الناس إلى هذين، يعني لأنه موضوع المآكل والمشارب طبعا أصل الإنسان، يعني إذا الإنسان والله أكل أكلا صحيحا وشرب ماء نظيفا أيضا سليما فإن ذلك يؤثر في بنيته. صحيح. أثرت في بنية الإنسان، استطعت والله أن توجد إنسان يمكن أن يعمل، يمكن أن يجتهد، يمكن أن يعبد الله سبحانه وتعالى بشكل صحيح. الجانب الثالث أيضا موضوع المسكن، وهذا أيضا يحتاج إلى أن والله أهل الخير يهتمون بهذا الجانب. ونحن حقيقة يا إخوة وأخوات نتكلم الآن نحن في القرن ال21. تصور فوق 80% من مجتمعك في عشش حتى الآن، في بيوت، يعني بيوت دون المستوى المطلوب. فعلينا أيضا هذا المجال اللي هو مجال المساكن الصحيحة واللائقة بالإنسان، إنسان هذا القرن. يعني نحن لا نتكلم الآن عن إنسان القرون الوسطى، ومع ذلك نحن للأسف الشديد هذا الجانب أيضا لا زالت فيه مشكلات. طيب. فكيف نستطيع مثلا أن يكون هنالك تطوير في هذا المجال؟ جميل. نعم. طيب دكتور حسن، جزاكم الله خير على هذا البيان الشافي. فيما يتعلق بأصحاب الزكاة، زكاة الأموال، الذين لديهم أموال تزكى، خصوصا الذين يعيشون خارج إريتريا، ما هو توجيهكم؟ هل توجب عليهم أن ينفقوا هذه الأموال أو يسددوها لذويهم في داخل إريتريا، أو يجوز لهم أن يصرفونها لغيرهم؟ على كل أول موضوع الزكاة الأصل فيها أهل المكان، الأصل فيها. يعني مثلا إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. لكن نحن أحيانا أهل اليسار منا يكونون يعيشون في بلاد غربية والحالة فيها ميسورة وهو عنده زكاة، هنا نقول والله الأولى بهذا المال الأقربون من أهل بلادك، أهلك وأرحامك وزويك وجيرانك وأهل منطقتك، هذا أولى. وبالتالي أنا أقول هنا يعني يتوجب على كل القادرين وأصحاب الأموال ومن له فائض في هذا الاتجاه حتى من الصدقات أن يتوجهوا بها بشكل مباشر إلى داخل إريتريا وإلى ذويهم وأقربائهم. وليت سبحان الله يعني كل أهل منطقة يستطيعون مثلا أن يعملوا في هذا الاتجاه صندوق للزكاة، بحيث والله يضعوا فيه كل أهل المنطقة أموالهم الزكوية والصدقات، ثم تذهب لتطور المنطقة في أبوابها المعروفة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب. حقيقة نحن يعني نخطئ كثيرا لو أردنا فقط أن نعلق شماعات الفشل كلها على النظام. يعني ليش ما تنظر ما هو دورك؟ صحيح. ما هو يعني في مساحات استطعنا نعمل فيها. صحيح. يعني مهما قيل إنه والله تستطيع، في مساحات للعمل، في مساحات للشأن الاجتماعي، في مساحات للارتقاء بحالة الفقراء، في مساحات للارتقاء بالتعليم، في مساحات للارتقاء بالأداء المائي، الماء اللي ذكرناها الآن في كل منطقة، ليست هنالك صعوبة. ولكن المشكلة إنه والله نحن التفكير في هذا الاتجاه ضعيف عندنا. الحالة الجماعية أيضا ضعيفة عندنا للأسف الشديد، يعني هذه إشكالية كبيرة جدا. فأنا أتمنى حقيقة لو أن أهل الخير وأهل كل منطقة، أنا أتكلم الآن بعيدا حتى عن أهل كل منطقة، لو أنهم والله حاولوا أن يرشدوا جهودهم ويرشدوا إمكاناتهم للارتقاء بالإنسان، لأنه حقيقة إذا ارتقينا بالإنسان نرتقي بكل الشأن الحياتي. يعني الثروة الحقيقية التي يمتلكها المجتمع أو تمتلكها المجتمع هو هذا الإنسان. طورت الإنسان استطعت أن تطور كل المجالات، ما استطعت أن تطور الإنسان لا تستطيع أن تطور شيء. لو نتعمق في هذه النقطة، لأن هي نقطتنا الثالثة، الحديث عن الآثار الناتجة من أعمال الخير سواء كانت على مستوى الفرد أو المجتمع، يعني ما ذكرته الآن. نعم. لو نتعمق فيه قليلا، اللي هو يعني نعم، اللي هو إذا كانت مثلا امرأة سقت كلبا ماء فغفر الله لها فشكر الله لها وغفر لها. نعم. فكيف نحن إذا يعني المسلم إذا سقى أخاه المسلم ماء أو أخاه الإنسان في الإنسانية نعم. ماء أو علمه كما تفضلت أو ارتقى به، نعم. ما الآثار الآثار النفسية وكذلك الآثار الحسية لدى المجتمع؟
أولا الله سبحانه وتعالى أعلم بخلقه، ويعلم أمراض الإنسان، ويعلم نقاط ضعفه، ويعلم كذلك ما هو علاجه. فأنا أول شيء أحب أن أنبه: العمل الصالح والعمل الخيري حاجة الإنسان الذي يقوم به أولى من غيره، يعني هو المحتاج. يعني وهذا أصل في العمل الخيري. الأصل في العمل الخيري أنك ترجو أنت لنفسك. نعم صحيح. إيمانا واحتسابا. لا ترجو ثوابا من الآخرين، ثناء من الآخرين، كلمات طيبة من الآخرين. عملوها الحمد لله، ما عملوها إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. طيب هذا المدخل. إذا أنا محتاج، يا أخي أنا محتاج لأن أنفق. نعم أنت محتاج لأن تنفق. فيما أنت محتاج لأن تنفق؟ لأن تطهر نفسك. يا سلام يا سلام. أن تطهر نفسك. كان عجبني حقيقة مقال أو كلام جميل جدا للمفكر البوسنوي علي عزت بيجوفيتش، يقول: أزمة الإنسان في داخله. سبحان الله. ليست في قضية إنه والله المال يوزع أو لا يوزع، هذه قال قضية ثانوية. قال الأزمة في شح الأغنياء، الأزمة في شح القادرين، الأزمة في الجانب الداخلي. ولذلك القرآن الكريم ربط ما بين طهارة الباطن وما بين الإنفاق في سبيل الله. يقول الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. أول حاجة تطهرهم. سبحان الله. ليش ما قال يغنوا بها الآخرين؟ لا، أول شيء تطهرهم وتزكيهم. سبحان الله. لاحظ ما التفت إلى الجانب الآخر. يعني أنت عندما تتصدق أول حاجة ماذا تستفيد؟ زكاة النفس وطهارتها. من منا بالله ما محتاج للزكاة الباطنية، طهارة النفس؟ يعني ما أرسلت الرسل إلا ليزكوا الناس. صحيح. وما أنزلت الكتب إلا تطهر الناس. صحيح. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذا أصل التزكية طهارة النفوس مسألة مهمة. مما نطهر؟ من الشح، من البخل، من التعالي، من الأنانية، من أنك تشبع والآخرين جوعا. هذه كل إشكالات كبيرة، وهل لن تعالجها إلا مسألة التصدق والعمل الخير. فأول شيء أنا أنبه فيه أن حاجتك أنت المنفق والمعطي للخير أكثر من حاجة الفقير الذي يتلقى، لأنك أنت ستحتاج إلى هذا الموضوع. هذه واحدة. النقطة الثانية: سبحان الله، إن للإنفاق والعمل الخير سعادة في الدنيا لا يشعر بها غيره. لا إله. يعني كثير ممن جرب هذا الاتجاه يكاد يتعب إذا لم يعمل في العمل الخير، وهذه رأينا براء. النقطة الثالثة، وهذه مهمة أنا قبل أن أذهب إلى الجانب المجتمعي، النقطة الثالثة: سبحان الله، من يقوم بالعمل الخيري يصرف الله عنه كثير من الشرور. الله أكبر. كثير من الشرور. كما أن الصدقات، صناع المعروف تقي مصالح. أيوة. فسبحان الله، أعمال الخير هنا أنا لا أقول لا، يعني ليس بلازم أن يقصدها الإنسان، لكن هي هكذا. أنت أعمل الخير ليرضى الله عنك. نعم. أعمل الخير لتجده عند الله. لكن هذا يسموه إيه؟ أنا أسميه دائما هنالك مقامات، هنالك أحوال. صحيح. الأحوال هبات من الله، والمقامات ارتقاء من الإنسان في مجال إيه؟ في مجال العمل الخيري. فنحن على كل هذه كلها فوائد للشخص الذي يقوم بالإنفاق، يقوم بالعمل الخيري. مشاهدينا الأكارم، ما زلنا نستمتع بالحديث مع الشيخ حسن سلمان حول الحث على النفقة والصدقة ومناقشة ذلك في أوضاع وأحوال إريتريا. فاصل ونعود إليكم. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. رمضان شهر القرآن، فاستمتع أنت وأسرتك ببركات القرآن في شهر رمضان، ولا تتوقف عند التلاوة فحسب، بل تعرف على معاني الكلمات وتفسير الآيات بشكل مبسط. ويا حبذا لو استطعت أن تتدبر في كلام الله وتنزل الآيات على حالك، ثم احرص على التطبيق العملي لتعاليم القرآن في حياتك اليومية. اجعل لك وردا يوميا من القرآن في رمضان، ولا تهجر كتاب الله بعد رمضان تلاوة وفهما وعملا بما فيه. لا تدع الوقت يمر من بين يديك دون أن تحاسب نفسك يوميا. هل صليت في جماعة؟ هل ابتعدت عن اللغو؟ هل تصدقت على فقير أو مسكين؟
هل قرأت وردك اليومي من القرآن؟ إياك أن تكون ممن أدرك رمضان ولم يغفر له. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. عدنا والعود أحمد. ما زلنا نناقش نحن وإياكم أحوال إريتريا بلادنا وكيفية النفقة في سبيل الله. دكتور حسن، ذكرتم نقطة مهمة، شح الأغنياء. فعلا هناك شح كبير. يعني إريتريا اليوم وإن كانت تمر بأوضاع صعبة في داخل إريتريا، لكن في الخارج هناك الكثير حقيقة من الأغنياء والقليل من الأثرياء الكثير جدا من متوسطي الدخل، والفقراء قلة. هذا في تقديري أنا وتحليلي أن سكان مثلا المهاجرين، مناطق المهاجرين في السودان وأثيوبيا وجيبوتي واليمن، بمقارنتها بالذين نزحوا إلى أوروبا، يعني عندنا في أوروبا لا يقل عن 50,000 إريتري، عندنا في دول الخليج لا يقل عن 200,000 إريتري، ناهيك عن الدول الأخرى. هؤلاء أكثر عددا وأكثر تمكينا من الذين متواجدين في مناطق المهاجرين أو في داخل إريتريا من الفقراء. حتى في داخل إريتريا هناك أيضا أغنياء والحقيقة، وأنت تتعجب كيف حصلوا على هذا الغنى عنه، ولكنها هي أرزاق يقسمها الله سبحانه وتعالى. لكن فعلا نشعر أن ثمة هناك شح وعدم إقبال كما ينبغي. كيف نعالج هذا الشح، وخاصة أن المال مال الله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم؟ برأيك كيف نعالج هذا الشح لهذا الغني الذي أغناه؟ بعض ما شاء الله الأثرياء نسأل الله أن يزيدهم من فضله، لديهم فنادق، لديهم شركات، لديهم مصانع، معروفين حقيقة بمسمياتهم، وهم في الأصول إريتريين حقيقة، ولديهم أقارب ولديهم. ما هي نصيحتكم لهؤلاء وكيف تناقشونكم حول هذا الموضوع؟ بارك الله فيك. أولا دعني أؤكد على أن المؤمن أهم خصلة فيه أنه يكون كريما شجاعا، ومرتبطة ببعضها البعض. طبعا موضوع الكرم عند العرب سبحان الله مرتبط بالشجاعة، فمن كان بخيلا فهو عندهم دائما جبان. ولذلك لما نفى النبي صلى الله عليه وسلم والله لن تجدوني بخيلا ولا جبانا، ليدرك أن والله متى ما اتهمتموني بالبخل فأنما تتهمونني بالجبن، وأنا لست كذلك، لست جبانا ولا بخيلا. فالعرب كانت هكذا دائما، وكلما كان الإنسان اشتهر بالشجاعة معنى ذلك أنه كريم. الله أكبر. أول هذه مسألة مهمة، ولذلك هذا شأن المؤمن، هذا شأن المؤمن. الذي يدخل في باب البخل والشح يدخل في شعبة من شعب النفاق، يدخل في شعب من شعب النفاق. لا يمكن أصلا يعني على كمال إيمانه أن يكون بخيلا شحيحا. وهنا طبعا القرآن الكريم يذكر البخل وهو امتناع الإنسان عن الخير، ويذكر الشح وهذه مرتبة زائدة عن البخل. فالشح أن يبخل الإنسان في نفسه، والشح خطورته يتضايق الإنسان من إنفاق الآخرين في عمل الخير. فالله عز وجل وصف المنافقين بقوله أشحة على الخير. الشحة، فهذه إشكالية على كل، لا يمكن أن تصاحب المؤمن. وبالتالي الله سبحانه وتعالى يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالمؤمن ليكون مفلحا عند الله سبحانه وتعالى وطالع من دائرة الخسران إلى دائرة الفلاح، لا بد أن يحارب هذا الأمر الذي وهو مرض. يعني البخل مرض، والشح مرض، وعدم إرادة الخير مرض. كونك والله لا تريده لنفسك ولا تريده للآخرين هذه إشكالية كبيرة. فعلى كل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه أول مسألة مهمة. النقطة الثانية، كيف يمكن والله لهذا الإنسان أن يكون على الأقل يخرج من دائرة البخل إلى دائرة الإنفاق والخير؟ أول حاجة أن يدرك أن ما معه من خير من الله. الله أكبر. ليس له، وما بكم من نعمة فمن الله. يعني كل نعمنا، من منا بالله خرج من بطن أمه وهو يملك شيء؟ لا إله. الله عز وجل يقول أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وأيضا لا نملك لا شيء. تملكون لا نملك شيء. خرجنا هكذا. فالله سبحانه وتعالى من علينا بالنعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه واحدة. النقطة الثانية أن يدرك حكم الله في هذه النعم. نعمة المال، الله عز وجل جعلك مستخلف فيه، صحيح،
فالمستخلف يعمل بأمر المستخلف. المستخلف يقول لك هذا المال مالي، استنفع فيه بأحكامي، استفيد نعم لنفسك لأولادك، لكن عليك واجبات في هذا المال، فلا بد أن تدرك هذا. النقطة الثالثة أيضا أن تدرك أنك منتقل من هذه الدار ومسؤول عن كل درهم أو كل ريال أو كل دولار تركته من بعدك. سبحان الله. بالله من منا يريد أن يكون مسؤولا عن كل ما ترك يستفيد منه الآخرين وهو ما استفاد شيء؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف العقل، خسارة كبيرة والله. العقل والحكمة يقتضي أن الإنسان يكون حريص على نفسه قبل كل شيء. صحيح. حريص على أنك أنت تنجو عند الله، حريص أنه ترتقي بمقام عند الله، حريص، هذا الأصل. ومع ذلك تجد هذا الإنسان يوم إذا أتي فجأة، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي نعم. لولا أخرتني إلى أجل قريب. فأول قضية قال فأصدق. سبحان الله. لاحظ سبحان الله. سبحان الله. لماذا؟ لأن موضوع الصدقات كأنما بعد أن رأى الموت رأى أن أنفع ما في الأمر الصدقة. ولأن كانت في بيده كانت بيده وفي ملكه ويستطيع أن يتصرف فيها. فكانت مشكلته الآن الندم على هذا الموضوع. فالصدقة وأكون من الصالحين. بعد إيه؟ بعد ما فات الأوان، يعني هذه الإشكالية. فعلى كل على الإنسان أن يدرك بأنه والله سيسأل يعني إذا مات الإنسان انتقلت ملكية أمواله إلى الورثة. وهنا الإشكالية قد يكون والله بعض الورثة فيهم خير، فيهم إرادة الوالد يعني يرتقي عند الله، فيخصص شيئا من ماله ليكون وقفا له. هذا أهل الخير. لكن منهم من لا يقول ذلك، يقول والله أبدا هذا كل واحد أنا مالي. لو كان والله هو يريد هذا الموضوع كان عمله في إيه؟ في حياته، حتى ما يحسبوا لك إنه والله أنت كنت حريص عليهم لا. فنحن حقيقة من هذه الزاوية ننبه الناس، ننبه الغافلين، ننبه إنه والله من تعميه هذه هي الإشكالية. طبعا لها علاقة والعياذ بالله بشيء وجد في الإنسان. خلق الإنسان هلوعا وخلق الإنسان محبا للخير. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى أن يكون له ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب كما جاء في الحديث. لكن هذا الأمر يهذب كما ذكرنا بالإيمان، ويهذب بالإنفاق، ويهذب بإرادة الخير، ويهذب باستحضار الصالحين وأعمالهم. وكيف أنه مثلا بعض الصالحين أمثال عثمان بن عفان رضي الله عنه بعض أوقافه إلى اليوم تعمل مثلا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلها سبحان الله. وعثمان بن عفان هو رمز دائما لأهل المال. صحيح. كيف أنه سبحان الله يزود 1000 مثلا في الجهاد في سبيل الله، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر شيء عثمان بعد هذا. فقد تأتي إليك لحظة من اللحظات سبحان الله تنفق فيها المال، وفي لحظة هذه اللحظة اللي أنفقت فيها قد تكون هي المرجحة عند الله سبحانه وتعالى في الميزان، وأنت لا تعرف ما الذي يمكن. فعلى كل هذه كلها قضايا تحتاج فعلا إلى أن ننبه لها الناس فيما يتعلق بأهمية أن يحاربوا الشح في نفوسهم، وأن يحاربوا البخل في نفوسهم، وأن يحرصوا على إرادة العمل الخيري والسعي إليه بكل ما يملكون. نحن الآن على مشارف العشر الأواخر من رمضان، ويعني حديثنا هو فيما يتعلق بالنفقة في سبيل الله. طبعا هناك من يتساءل، أنا لي رغبة أن أنفق في سبيل الله في داخل إريتريا، ولكن كيف أوصل هذا الأمر إلى الداخل؟ وأيضا لربما بعضهم لديه وجهة نظر في بعض الجمعيات الخيرية بالتزامن مع وجود هذه العشر التي يحثنا فيها الإسلام أن نستفيد منها قدر المستطاع، خصوصا ليالي العشر. ما هي الطريقة المناسبة التي ترونها شيخ حسن في التعاون مع هذه الجمعيات الخيرية أو إدخال بعض المساعدات لبعض ذوينا في داخل إريتريا؟ نعم، على كل أنا أول زي ما ذكرت يعني ليست المسألة بهذا التعقيد، يعني ليست هنالك صعوبة. من أراد أن يصل يصل. تمام. من أراد أن يصل يصل. أنت الآن ما شاء الله لك أهل، لك أقارب، لك إخوان، لك عمات، لك خالات. إريتريا كلنا كل واحد فينا عنده مدخل. يعني أحيانا لا نحاول أن نصعب الأمر إنه والله إلا أن يكون عن طريق منظمة أو يكون عن طريق جهة أو ليس بلازم. أنت استطعت أن تصل بشكل مباشر إلى قريتك، إلى مدينتك، إلى حيك، إلى أقربائك، إلى أهلك، فهذا مطلوب.
أغني منهم يعني أعطي منهم الفقراء، من احتاج منهم إلى التعليم أقدم له المساعدة، من احتاج منهم إلى بئر أقدم له المساعدة، من يحتاج إلى مساعدة في خلوة لتحفيظ القرآن الكريم ومساعدة شيوخها أقدم لهم المساعدة، من يحتاج مسجد من المساجد. وهذه تحصل يعني معظم الآن أهالينا في إريتريا يسعون إلى التجميع المباشر مثلا من التبرعات ويشركوا معهم أبنائهم من الخارج ليساهموا في بناء مسجد. حقيقة المجالات واسعة وليست بهذا التعقيد زي ما ذكرت، لكن هنالك ربما بعض الجهات الخيرية حريصة أيضا أن يكون لها عمل ويكون لها تواصل، ومشهورة هذه المنظمات موجودة الآن في أكثر من بلد، جزء منها موجود خارج الجنوب في السودان، جزء منها خارج السودان، واشتهرت حقيقة بهذا الموضوع. هذه الجهات أيضا يمكن أن تساعد، يعني عندها من الوسائل ومن الطرق ما يمكن أن تبذل إن شاء الله وتساعد. أيضا إذا كان والله هنالك مجال للتواصل مع المؤسسة الدينية الرسمية، مثلا المؤسسة الدينية الموجودة الآن مثلا وبشروط الداعم، إنه والله أنا أريد مثلا تنفيذ إفطار صائم في منطقة كذا، أنا أريد والله بناء مسجد في منطقة كذا، أنا أريد المساهمة في خلاوي القرآن الكريم، أنا أريد حفر آبار. وهذه القضايا جزء منها لا علاقة له بأنه والله الشخص مسلم أو غير مسلم. يعني أنا مثلا حفر البئر وفي كل رطب مثلا في كل رطب أجر، يعني هذه البئر التي تحفرها أنت في منطقة محتاجة فيها الناس إلى الماء يشرب منها كل من عبر بهذا الطريق أو من سكن في هذه المنطقة من مسلم ومن غير مسلم، هذا يدخل معنا في الأجور. فالشاهد بأن من يريد حقيقة أن يصل إلى أهل الحاجة يمكن إن شاء الله يصل إليهم. ولكن هذه النقطة هذه ذكرتها دكتور حسن جزاك الله خيرا مهمة جدا. نعم. لو يتم تنفيذ المشاريع الخيرية عبر المؤسسات الدينية في داخل إريتريا، نعم، لربما هذه المؤسسات يكون لها وجهة نظر في أنها تأخذ نسبة من هذه الأعمال 10% 20% لمصالح مثلا شؤون الدولة في الداخل مثلا. نعم. تمام. و80% سيستفيد منها الفقير. نعم. هل هناك مانع من هذا؟ لا بالعكس. هل هناك مانع من يعني هذا؟ أنت لا تحاول أن تحرم 80% من أجل 20%. نعم. وليكن اعتبره هو والله ظالم تعرض لك في الطريق، كما يناقش الموضوع. اعتبر شو ظالم تعرض لك في الطريق، قال لك والله إن لم تعطيني 20% مالك كله حيصادر، ستعطيه 20 لتصل إلى صحيح. فنحن حقيقة لا نحاول أن نحرم، وخصوصا هنالك أيضا فتاوى فيما يتعلق إذا كانت الخدمات هذه خدمات مشروعة وهي متعلقة بإدارة الشؤون الدينية، إدارة الأوقاف، العاملين عليه، يمكن أن تدخل في هذا البند يعني، فليست هنالك مشكلة في هذا الموضوع. فأنا أفضل عموما أن يكون هنالك فعلا فيما يتعلق، حتى نخرج أنفسنا أيضا من كثير من الإشكالات واللغط الذي يمكن أن يكون حول هذا. لماذا لا نحاول إقناع النظام بهذا؟ هذا على كل مهمة المنظمات الخيرية والعمل الخيري، لا حتى الشعب والواصلين. أنا معك. لماذا لا يحاولون يقنعون النظام؟ يا أخي خذ 20%، خذ 30%، و70% وصلها للمحتاجين. صحيح. بدل يعني الإغلاق التام. حقيقة الواحد محتاج جدا، ومنذ سنوات منذ الاستقلال وإلى اليوم الواحد يتساءل لماذا مثلا والله الدولة الإريترية رغم حاجتها وحاجة شعبها وحاجة أبنائها اللي في الخارج أن يخدموا أهلهم في الداخل، إلى هذه اللحظة لم يصدر مثلا قانون له علاقة بالعمل الخيري. ما في، ولا توجد منظمة واحدة من المنظمات الإسلامية اللي والله يا أخي يمكن أنت عندك شعب ما شاء الله تبارك الله فوق النصف مثلا مسلمين، ليش ما تترك هؤلاء؟ والله يا شيخ حسن لو قضية مشروع الكهرباء الذي أنت تراه أنه من الثانويات واليوم هو يعتبر من الضروريات، أكيد. لو أعلنت الحكومة الإريترية في سفاراتها بمشروع مثلا مشروع الماء والكهرباء وأنه يكلف مبلغ قدره كذا، فساهموا من أجل تنفيذ هذا المشروع مثلا في 6 أشهر، أنا أتوقع أن الشعب الإريتري الجميع سيساهم للتغيير من هذا. ولكن هو كله فقط يأتي إلى المصداقية، هل فعلا إذا دفع الشعب الإريتري سيتم تنفيذه بهذا؟ ولتكن مثلا الحكومة واضحة، سيتم مثلا 40% لمصالح الدولة، 60% لمصالح مثلا الشعب سيدفع. لكن الإغلاق التام والمنع التام هو هذا الإشكال. صحيح. هذه رؤيتي أنا أنت كيف ترى؟ على كل هي المشكلة نحن نعاني من التسييس في اتجاهين. التسييس في اتجاه حساسية النظام من كل عمل وتحرك وصبغه بصبغة سياسية. يا أخي أنت حدد المجالات، أنا مثلا والله هذا المال أريده في مسجد، تابع هذا الموضوع إلى نهايته، هل ذهب في مسجد أم لم يذهب في مسجد؟ نعم. أنا أريد شأنك شأن بقية الدول، تتابع الأرصدة، تتابع الحسابات، تتابع تنفيذ المشروع.
لكن الحساسية المفرطة في هذا الاتجاه والحرم، أنا في رأيي شعبنا الأريتري من خير كثير جدا، كان يمكن الارتقاء بالوضع في الداخل بشكل فوق ما نحن فيه الآن جدا. يعني إذا كان مثلا والله أنا أريد أن أبني مدرسة، أريد أن أبني خلوة من خلاوي تحفيظ القرآن، أريد أن أساهم في المياه، خصوصا المشاريع العامة التي يستفيد منها المسلم والنصراني، الكل المشاريع العامة، نحن الكهرباء، في عمل الماء. الخير، في عمل الخير لا نحاول نميز، يعني التمييز فقط هو في موضوع الزكاة الشرعية، هذه لها أحكامها الخاصة، وفي بند أيضا لغير المسلمين فيها، لكن بقية أوجه الخير، بقية أوجه الإنفاق العامة هي عام. عملت كهرباء هي للجميع، عملت مياه هي للجميع، ساهلت في طريق عام فهي للجميع، ساهمت في موضوع الإطعام فهو للجميع. فأنا في رأيي أولا نحتاج إلى أن عقلية النظام تتغير في رؤيتها لهذا الجانب. أيضا هنالك مشكلة أخرى، بعض الناس أيضا من الخارج ينظرون إلى أن أي شكل من أشكال المساهمة في الداخل أيضا تعزز من لا، وبعض الناس أيضا عنده فكر يعني غير جيد، ويقول أن أي درهم يذهب سيأخذه النظام 100% ولن يستفيد منه الشعب. أنا أعتقد هذه النظرة هي فيها على كل زي ما ذكرت لك، هي هذه نظرة سوداوية زيادة شوية. التسييس يعني لكل فعل رد فعل. في تسييس خارجي وهو الهاجس من أن النظام سيستفيد من كل درهم داخل إلى الداخل، وأن الشعب لا هنا. هذا على كل كيف نستطيع نحن في الشعب في الداخخ كيف يستطيع ترشيد ما يأتي إليه والاستفادة مما يأتي إليه، ومحاولة أيضا الضغط في الداخل، بحيث والله لماذا مثلا يمنع العمل الخيري الإسلامي مثلا. أيضا مسألة مهمة دكتور حسن، اللي هي بقاء الفقير فقير، بقاء المهاجر مهاجر، بقاء المسكين مسكين. هذه قضية أيضا حقيقة أنا يعني أعتب عليها على إخواننا الذين يعملون في مجالات الجمعيات الخيرية والإنسانية. يظل يدعم يعني المهاجرين ل50 سنة 10 عقود، لا يتغير شيء، يبقون كما هم فقراء. وعجبتني إحدى الجمعيات أنها تقوم الحقيقة بالرقي بهذا المجتمع وتقديم برامج مهنية له، كان تجعله مثلا نجار، تجعله حداد. يعني عجبني حقيقة هذا تغيير من جذوره. يعني إلى متى سيظل شعبنا الإريتري في مناطق المهاجرين والشريفي و26 ومسقطة ومش عارف إيه، ما زلنا نسمع بهذه المناطق منذ أكثر من 3-4 عقود، الآن وصلنا إلى 5. يعني ما رأيكم في هذا دكتور حسن؟ أحسنت والله يا أخي، أنا في رأيي مسألة مهمة جدا، وانتبهت إليها بعض الجمعيات في السنوات الأخيرة، ورأت إنه والله لماذا لا يكون ارتقاء بالإنسان، لماذا نترك، يعني زي ما قال لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد. كيف أصطاد؟ لو استطعنا أن ننشئ مثلا جمعيات تعاونية، جزء منها يعمل في مجال الزراعة، جزء منها يعمل في مجال التجارة، جزء منها يعمل في مجال الرعي، جزء منها يعمل في الأعمال اليدوية. أنا أعتقد يمكن فعلا أن نرتقي بالإنسان ونخرج خلال سنوات، ويمكن أن توضع خطة استراتيجية لهذا الموضوع. هذه واحدة. النقطة الثانية، مثلا الآن لو أنت والله استطعت أن تستوعب 1000 شاب 4 سنوات إلى أن يتخرجوا من الجامعة، بحيث والله 1000 أسرة اكتفت من خلال هؤلاء 1000 شاب. صحيح. فحقيقة نحن يعني بدلا من أن تكون القضية فعلا قضية يومية، يعني بدلا الآن بدون قطع حديثك دكتور حسن، نعم، تأتي زكاة مثلا $1,000,000، نعم، أو خلينا نقول أقل من هذا $100,000. تأتي الجمعية الخيرية هذه توزعها على 1000 شخص، شايف؟ فيصل لكل واحد تقريبا $1,000. $1,000 للشخص الواحد، عائلة واحدة ما يستفيد منها شيئا. صحيح. لا يسدد بها أجار، لا يستطيع أن تكون ميزانيته لمدة سنة، لا يستطيع أن يتعلم بها. $1,000 ستذهب في حينها. صح. لكن لو نظرنا إلى أننا 100,000 هذه لو قسمناها على 10 أسر سيكون مبلغ قوي، ربما يخرجهم من دائرة الفقر إلى دائرة متوسطية الدخل، أو أنه يكون سببا في تعليم واحد من أبنائهم يكمل تعليمه فينفع هذه الأسرة. صحيح. هذه النظرة حقيقة يعني يحتاج الجمعيات الخيرية. يعني مرة أحد المحسنين أعطانا مبلغ، قال 10,000 ريال، قال وزعوه على الفقراء على 200 ريال. ماذا سيستفيد الفقير؟ 200 ريال هذه عزومة عشاء يا شيخ حسن. نعم. والله هي أقل من عزومة عشاء. صح.
لكن بينما 10,000 هذه لو صرفناها لشخص سددنا له إيجار بيته لمدة سنة، ارتاح ينام ينظر إلى القضية. تعليقكم حول هذا؟ على كل أنا أتفق معك تماما في هذا الموضوع، وأتمنى من المنظمات الخيرية ليتها تتجه في اتجاه التخصص، أنه أحيانا القصة جايطة، يعني تجد الكل يعمل في الكل. لكن لو ذهبنا في اتجاه التخصص، بعض الجمعيات صحيح تعمل في مجالات الأشياء العاجلة، أن والله هنالك أسرة محتاجة، هنالك يتيم، هنالك فقير، تعمل عليها، ما عندنا مشكلة. لكن هنالك جمعيات تعمل مثلا في مجال التعليم للارتقاء بالحالة التعليمية والاكتفاء بعد ذلك في الأسر. هنالك جمعيات تعمل في مجال التنمية الاستثمارية، بمعنى مثلا أجمع 10 أسر ليعملوا مع بعضهم البعض في مشروع مصغر. يا سلام. مشروع مصغر، مثلا أنا 10,000 دولار اللي قلتها مثلا بدل أوزعها أعمل لهم مشروع، أقول لهم ما هو المشروع المناسب الذي يمكن أن تعملوا فيه مجتمعين. فعلى كل الجمعيات محتاجة إلى هذا الجانب، ومحتاجة أن تغير نمط التفكير السابق من النمط الخيري للعطاء الذي لا ينتهي إلى حال كما تفضلت. أقلها خلينا والله نضع خطة إنه والله نقلل نسبة هذا النوع من الهنا إلى 20%، بحيث 80% أدخلناهم في الدوائر الأخرى، دوائر العمل، دوائر الإنتاج. وهذه صراحة مهمة جدا. أولا الإنسان نفسه يخرج من دائرة أنه هو يتلقى إلى دائرة أنه يعطي، ولا حرج حتى أحيانا لو دخلت معه بعض الاتجاهات بنمط الشراكة، برضو ده محفز، بدل أنه أنا أقول له والله بس كل الأموال ستذهب إليك، أقول أنا سأدخل معك بشراكة. وهذه أيضا مسألة مهمة جدا من المحسنين، ومسألة كذلك مهمة بالنسبة لأصحاب العمل الخيري. ونحتاج زي ما تفضلت أن نطور من طريقة تفكيرنا، بدل أنه والله دائما نحن في كل عام قضيتنا والله هي خلينا نغير من هذا النمط. وأنا متأكد لو استطاع مثلا شخص أو جهة تكفل مثلا والله من 1000 إلى 1500 شاب، معنى ذلك استطعت أن تكفل 1000 إلى 1500 أسرة، كل أسرة فيها 5 أشخاص، معنى ذلك أنت ارتقيت بعدد كبير جدا من الناس من دائرة الأخذ إلى دائرة إن شاء الله المساهمة والعطاء. كلام جميل دكتور حسن سلمان، جزاك الله خيرا. مشاهدي الأكارم، انتهينا أو انتهى بنا الوقت، وحقيقة كنا في حديث ماتع ممتع مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان في الأعمال الخيرية في شهر رمضان المبارك، ورأينا وسمعنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون بالخير في رمضان. وأيضا رأينا كيف تسابق الصحابة الكرام في أعمال الخير، وتحدثنا عن أعمال الخير في داخل إريتريا. ولا شك أن شعبنا الإريتري شعب خير، وشعب متصدق، وشعب ينفق في الخير. وهناك عقبات يعني لا تمنع من العمل لخدمة شعبنا الإريتري في الداخل والخارج، والتعاون على البر والتقوى. ومن صدق الله سبحانه وتعالى صدقه الله تبارك وتعالى. لذلك باسمكم جميعا مشاهدي الأكارم أشكر فضيلة الشيخ حسن سلمان على هذه المشاركة الطيبة وعلى هذا الطرح الجميل، كما أشكركم مشاهدي الأكارم في حسن المتابعة والمشاركة والاستماع، جزاكم الله خيرا. وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يستعملنا نحن وإياكم في العمل الخير والمسابقة إليه. والله تعالى يقول: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.